بالاستاذ خالد البطار رئيس مجلس اداره نادي الشباب، ونحن هنا نلتقي في منطقه المكزون. ارحب فيك ابو الوليد، الف مبروك الفوز على الهلال والانتصار للمره الثانيه على مستوى الدوري. حينما تنتصر على فريق مثل الهلال اعتقد انه امر جيد، خاصه حينما تكون المباراه في بدايه الدوري. الله يبارك فيك، والعكس هذا انتصار على فريق كبير وفريق بحقيقه هو زعيم الانديه في البطولات، ولكن كنا بحاجه هالفوز حقيقه يعني. وانا اؤكد على كلام المدرب حقيقي اللي قاله في المؤتمر الصحفي امس، انه حان الوقت الفوز على الهلال بصراحه، لان 3 سنوات ما فزنا في الدوري. حقيقه انتصرنا بتكتيك عالي وبشكل كنا افضل من شقيقنا نادي الهلال في المباراه، واعطينا اللي عندنا حقيقه. ولسه اعتقد دوري مبكر انه والله من الفريق الافضل، من برضه لا يزال حظوظ الهلال، خسر 3 نقاط بس وهي مجرد 3 نقاط، واحنا كسبنا 3 نقاط من منافس يعني قوي ومن بطل الدوري لسنتين متتاليه. اعتقد انه من الافضل اننا نفرح الليله ونتناسى بكره ونعد انفسنا للمباراه القادمه. كل القراءات الاعلاميه التي كانت ترشح نادي الشباب فسرت يمكن من جهه الشباب على انها تخدير اعلامي مضحك. تعتقد انه القراءات كانت صحيحه على الاقل من خلال مستوى الفريقين؟ لا، هو اللي قال التصريح هذا هو مدربنا حقيقه، ويقول يعني بردوم لا يقرا جرايد ولا يعرف. هو سؤال ان هناك تخدير اعلامي، قال زمن التخدير الاعلامي انتهى، والتخدير الاعلامي شيء مضحك. الامور واضحه. فعلا ممكن يكون في ناس مارسوا التخدير الاعلامي، لكن احنا اعتقد انه انتهى زمن التخدير الاعلامي. اعتقد اللي في الملعب شيء اخر. احنا كانت استعداداتنا للايام الاخيره استعدادات قويه، وكان يعني حقيقه في جمل كثيره شفتها اليوم، تكتيك كلها شفتها في التمارين خلال اليومين الماضيه. فالقضيه قضيه عمل وقضيه تعب، زي ما الهلال تعب وبنى فريق في السنوات القادمه وسيطر بشكل كبير. احنا لازم يجي دورنا والثاني دور. هي القضيه مباراه لسه، لكن حلاوه الدوري انه تتنافس فيه اكثر من فريق. اعتقد انه من المبكر جدا، اعيد كلامي، انه من المبكر جدا الحديث من هو بطل الدوري او من هو فارس الدوري او من كذا. نقول احنا لا زالت الفرق في البقيه. انا زي ما اشوف ان الهلال فريق كبير برضه، الاتحاد والاهلي انا اعتقد السنه هذه لهم كلمة في الدوري. يعني أعتقد 4 فرق راح تتنافس بشكل كبير السنة دي على الدوري، هذا رأيي الشخصي. ال4 فرق يعني النصر مو ضمن الحساب؟ ممكن، ما شفت النصر، ما شفت مباراته حقيقة، بس ممكن لو شفناه بشكل جيد، بس حسب ما سمعت إنه ما أدى أداء طيب في الوليد، ندخل في حسابات الشباب. كل سنة يدخل الموسم بغيابات بإصابات، ودائما ما تكون تعثر الشباب في البداية. هنا بداية التصحيح، حينما لا تحضر الإصابات يحضر الانتصار. والله حاضر الإصابات، أنتم شفتوا يعني احنا فاقدين اليوم عبد الله الشهيل، فاقدين أكثر من لاعب، لكن يعني أنتم شفتوا اليوم عبد الله الشهيل وزيد المولد فبشكل اساسي. لكن لما اصيب حسن نزل اليوم لاول مره اللاعب الاولمبي ولاعب منتخب الشباب صالح القميزي. ف يعني بشكل واضح بالعكس، احنا نشوف الهلال زج بعناصر شابه، واحنا زجينا بعناصر شابه. فهد حمد لاعب منتخب الاولمبي، فهد المحمد وصالح القميزي. يعني اعتقد ان هذا مكسب للانديه فيما بعد. يبدو انه حسن معاذ يتحمل اصابته بنسبه كبيره حسب ما وردني معلومات. يعني هو امس الله يهديه بعد نهايه التمرين شات عده كور فصارت له شاتها من غير توجيه مدرب، يعني من نفسه. اعتقد كذا، لكن اعتقد هذا شيء عند المدرب هو اللي يحاسبه عليه او ذا. بس مهما كان ادى اداء، واعتقد انه رجعته بالكوره اللي انقطعت ورجعته وتقفيله على يوسف العربي وانقاذ الشباب من هدف محقق، اعتقد هي اللي الكره اللي اصابته. وليد، فيما يتعلق اليوم حصل نقاش بينكم بخصوص الكور، وش الموضوع؟ حقيقة أنا ما أبغى، يعني أنا برد الآن على هيئة المحترفين بالصمت، لأني أبغى تبرير عاجل وتبرير للي حصل. كرة القدم اللي لعبنا فيها اليوم أو الكرة اللي لعبنا فيها اليوم لم يخبرنا أحمد باعتمادها، ولم يجينا أي خطاب رسمي، وما جانا أي. هي فقط هل يعني كيف الهلال عرف واشترى الكرة أو استلم الكور؟ إذا كان استلم بشكل رسمي ليش ما استلمنا إحنا؟ وإذا كان عرف واشترى وتدرب عليها وجابها للملعب، فاحنا يعني ما يمكن يكون الانديه اخر من يعلم. احنا ما نبغى نقول شيء، ما ابغى اتهم احد، ما ابغى ادخل، لكنه عشان ما يفسر الموضوع هذا امام الناس ولا يفسر بشكل خاطئ. حقيقه احنا تعرضنا لضغط قبل المباراه، حتى لعيبتنا نرفزوا شوي ان الكره ما تدربوا عليها وكذا، لكن الحمد لله استطعنا المدرب واحنا تكلمنا معهم انه خلاص الكره اعتقد انه متشابهات والامور ان شاء الله مشت الامور على لكن احنا الحين احتجاجا على هالوضع بالصمت، واعتقد الصمت احتجاج قوي، ولكن الصمت لن يطول
لين نشوف تفسير من الاخ محمد. احنا كلنا ثقه بهيئه المحترفين، كلنا ثقه فيهم، لكن نحتاج تفسير. مطلوب منه عندكم خبر او عندكم نوعيه خبر او نوعيه او الكور موزعه على الجميع. يعني هذه اول مباراه اشوفها تلعب، حتى في الدوري مباريات الدوري كلها ما لعبت. احنا ثانك يو. اريد بسالك اخيرا، بس لانه ظهر في السطح الاعلامي، اعرف انك ما تحب تعلق على الموضوع، لكن ظهر تحديث انه الكابتن عبد العطيف في نيه لتقديم عذر الاداره. اعتقد ان المباراه اليوم هي التعليق على مباراه اليوم، اما تريد تعليق؟ لا تعليق على اي موضوع. شكرا. شكرا. شكرا الاستاذ خالد البطال.